لكل اللي بيشتكي من الغسالة الفوق أوتوماتيك ويقول إن هي ما بتنضفش، إحنا بنعمل خطوة كده فيها حلوة بنعملها كل أسبوع، إن إحنا بنشيل الفلتر زي ما أنتم شايفين كده، وبننضف أي اتساخات فيه أو أي وبرة بالشكل ده، بافتحه كده من تحت لفوق بالشكل ده، وباشيل الوبرة اللي فيه، وطبعًا بفرشة سنان كده قديمة عندي أو أي مسحوق كده أو صابون، وبابدأ أعمل عليها كده أرغي الفرشة عليها وأنضفها، وبعد كده باشطفها شطفة كويسة وبانشفها، وبارجع أركبها زي ما أنتم هتشوفوها دلوقتي، شايفين شكلها بعد ما نطفت، بابدأ بقى أركبها بالشكل ده، تمام، وبابدأ أعمل دورة كل أسبوع أو كل أسبوعين ممكن تعمليها، لو غسيلِك كتير ممكن كل أسبوع، لو أقل شوية ممكن كل أسبوعين. بابدأ إن أنا أجيب ملح ليمون معايا وخل، هُم دول اللي باستخدمهم بس في تنضيفها، بابدأ أحط حوالي فنجان من الخل الأبيض العادي، و3 معالق من معلقة الآيس كريم دي باحط يعني ممكن لو عندِك معلقة صغيرة، معلقتين صغيرة من بتاعة الشاي، وبابدأ كده أحط عليهم الخل وأقلبهم دول حوالي 3 معالق من معلقة الآيس كريم دي، وبابدأ أحطهم كده وأقلبهم كويس. وطبعًا ما باحطهمش في الفلتر بتاعهم في المكان، باحطهم في حلة الغسالة على طول مباشر، ده لتنضيف الحلة بطريقة كويسة وتخلّيها تلمع وما يبقاش فيها أي بقايا واتساخات، وتبدأي كده الدورة دي كل أسبوع بتعمليها بتبقى معاكِ تمام التمام، وبابدأ عندي زرار كده في الزراير، بابدأ أدوس على تنظيف الحلة اللي هو الزرار ده تالت باتِّك عليه تكتين كده لحد ما يوصل لتنظيف الحلة. بابدأ كده لإن دي touch ممكن أي غسالة فوق أوتوماتيك هتلاقيها نفس الفكرة فيها برضه تنظيف الحلة، وهتبدئي تدوسي عليه كده بالشكل ده وتشغّلي دورة، هتبدأ تملى معاكِ المَيّة زي ما أنتِ شايفة كده، شغّلت طبعًا على اللي هو تنظيف الحلة، وهابدأ start وهابدأ أنضّفها، هتنزل فيها المَيّة بالشكل ده كده لحد ما تدّيني تتملى وتبدأ تاخد الدورة بتاعتها وتنضف معاكِ وتبقى زي الفل. خلّصت كده دورة الغسالة بتاعتي، هابدأ أشوفها نضفت وبقت تمام التمام، وأبدأ أغسل أي غسلة الملابس البيضا بتاعتي، وهاقول لِك برضه على شوية نصايح إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، إزاي تنضفي الأبيض بدون ما تتعبي وبدون مجهود، ويطلعه لِك كأنِك غاسلاه على غسالة عادية. أشوفكم على خير يا حبايبي في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، تابعوني ولكم الشكر.